يا هلا يا هلا يا هلا. النهارده هنعمل بقى عظمه جديده. هنعمل اكله جميله جدا وسهله، وكل البيوت المصريه بتعملها لما تكون متاخره لانها ما بتاخدش وقت نهائي. الاكله دي ايه هي؟ هنعمل النهارده ان شاء الله حواوشي. الحواوشي او ايه، بس هعمله انا بالعيش مش هعمله بالعجين. انا ولادي بيحبوه بالعيش اكتر من العجين. الحواوشي هنعمله النهارده حواوشي لحم. هنعمل بقى حواوشي اللحمة. ايه هي مكوناته؟ زي ما احنا شايفين كده: 4 بصلات، يعني 2 متوسطين و2 صغيرين، وقرنين فلفل رومي، وقرنين فلفل سبايسي، وفصين توم بس، وزي بالظبط كده 100 جرام دهون، لان طبعا مش لازم تكون اللحمة بتاعتي حمرا خالص كده. زي ما احنا شايفين مش هتاخد اي وقت. هجيب البصل وهنزل عليه بالكبة بتاعتي، هقطعه طبعا 4 تربع. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم بارك. اهو هقطع البصل بتاعي وهنزل بيه في الكبة، وهنزل عليه بفصين الايه، هنزل عليه بالاتنين قرن فلفل رومي. طبعا هشيل منه البذر، واحاول ان انا عشان اساعد الكبة بتاعتي هقطعها حاجات كده ايه، يعني اساعد الكبة عشان ايه ما خلاش يبقى عليها مجهود كبير. ادي اهو قطعت الفلفل الرومي وقرنين فلفل سبايسي اهو زي ما احنا كده شايفين اهو، وهنزل عليها بفصين الثوم، وهستنى شويه بالايه بال100 جرام من الدهون، وهضرب عندي في الكبه بتاعتي الكلام ده كله. زي ما احنا كده شايفين انا ضربت الايه البصل بتاعي بالفلفل الرومي بقرنين الفلفل السبايسي اللي بيحب. طبعا في ناس ما بتحبش، براحتها خالص. بفصين الثوم، وهنزل عليهم بقى ايه، ادي ده عبارة عن نص كيلو لحمة مفرومة. اكلة اقتصادية برضو وحلوة وجميلة، وكل الايه وكل الولاد بيحبوها، دي اكلة المصريين. هنزل عليهم بقى ايه بالدهون بتاعتنا ال100 جرام دهن، عشان الحواوشي يبقى ايه ريتش كده وغني وجميل. وهنزل عليهم بايه بقى يا امارات، ادي التوابل بتاعتنا: ملح، نص معلقه شطه، نص معلقه فلفل اسود زي ما احنا شايفين كده، ونص معلقه بابريكا، وربع معلقه توم باودر، وربع معلقه بصل باودر. كل التوابل الجميله بتاعتنا دي انا ما بحبش احط فيها بصراحه توابل كتير عشان احس بطعم اللحمه. هضرب الكلام الجميل ده كله كده مع بعضه. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله اللهم بارك. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. وهفضل اضرب فيه لحد ما يختلط ببعضه، وبص الاقيها عملت كده ايه قدامي عجينه. وزي ما احنا شايفين كده خلاص اللحمه اتضربت كويس جدا مع البصل وقرنين الفلفل الرومي وقرن فلفل الايه قرنين الفلفل السبايسي. يلا نفضي الايه الكبه بتاعتنا من الايه اللحمه. زي ما احنا شايفين ادي اللحمه المفرومه بالايه بقرنين الفلفل بال4 بصلات المتوسطين، ومعاهم كمان قرن فلفل سبايسي وقرن توم او فصين توم. وهنمسك بقى ايه اللحمه. بصوا فتحت الرغيف، كلنا عارفين ازاي بنفتح الرغيف عشان نحط فيه الحواوشي. ادي اهو هفرد طبعا اللحمه دي كويس جدا اهو زي ما احنا شايفين. افردها كويس جدا في الرغيف بتاعي، وهدهنه دهنة ايه زبدة كده من على الوش شمال ويمين اهو. وهحط بصوا ما شاء الله ولا قوة الا بالله، هيطلع شوية النص كيلو دول، هيطلع ايه عدد من الارغفة كبيرة. عشان كده بقولك الحواوشي
بيكون اقتصادي في اكله، وجنبيه بقى شوية بطاطس، طبق سلطة، حاجات كده يعني. وادي اهو فرشة سمنة واحدة بس من هنا، وفرشة من الناحية التانية اهو. هكمل كله. وما شاء الله بقى زي ما احنا شايفين كده عمل لنا 10 رغيفة، نص كيلو لحمة مفرومة. هنمسك ايه كل رغيف، انا طبعا شغلت الايه الفرن وحطيت عليه ورقة فويل كده عليه عشان ما ينقطش، وهدخل الفرن وهوريه لحضراتكم بعد ما يستوي. ايه رأيكم؟ المنظر تحفة، والريحة مش هقول لكم، العمارة كلها شم الريحة وبيسألوني ايه الجمال اللي انت بتعمليه ده. ايه رأيكم؟ دول 5 اللي استووا واتحمر وشهم، وفي 5 تانيين في الفرن مستنياهم يطلعوا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب، وطلعوا معاهم طبعا طبق من المخللات اللي احنا كنا بنعملها، الرنج والليمون المخلل. دمتم في رعاية الله وبالهنا والشفا.